السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة فيرمة الزاوية. في هذا الفيديو هذا أعطيكم واحد شوية ديال المستجدات على الأرض. أنا كيف ما كتشاهدوا في الصورة كنت عاودت واحد التشطيب على حسب هذاك الحجر الرقيق اللي كاين اللي كيطلع في الأرض كلما كتحرثها، يعني في هذه المنطقة الحجر ما تيتقاداش. ولكن هذه إن شاء الله تكون آخر تشطيبة درت ليها. كما كتشاهدوا الصورة أنا كانت تجمعات بحال هكا بحال الخدمة الأولى، وهنا من بعد من اللي شطبوها يعني ولات بحال هكا الحمد لله نقية ومقادة. ولكن اللي بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو هذا هو أنه بغيت ندير واحد التجربة ديال الحرث يكون متأخر شوية بحسب زعما التقلبات الجوية اللي ولات كتجي في الأعوام الأخيرة، يعني الشتا ولات كتجي معطلة. فهاد المرة تيسرات مع هاد الحجر اللي كان تعطل باش يجمعوه ليا دوك الخدامة تمايا، فعني جات الفرصة باش نجربها. دونك هنايا هاد الحرث اللي كتشوفو في هاد الصورة دي كان نهار 28 شهر واحد، يعني في أواخر ديال شهر واحد ديال يناير. فحرثت يعني الأرض كنت درت فيها جوج ديال الجهات. هاد الجهة اللي من جهة الحياة لتحت فيها شي 3 الخدامة، يعني 3000 متر كاري درت فيها القمح والفرينة. وهذيك الجهة اللي من جهة البيت ديال البير درت فيها كيسميتو الشعير. انا كما كتشاهدوا في الصور كانت يلاه تحرتات، انا ما كنتش تما، غير السيد اللي كنت كلفته هو اللي صور لي هادشي. دونك هاد الجهه هادي كما قلت لكم فيها القمح والشعير، القمح والفرينه. وهنايا كنت درت في المزير، يعني كنت شريت المزير ديال العجوله ديال العلف كما كتشاهدوا في الصوره هنا. قبل ما يوزعوه كان كيجيو يحطوه على رمى عاد كيفرقوه من بعد على الارض. وهاد الجهه اللي على اليسار هنا كما كتشاهدوا هي اللي درت فيها الشعير. هي هاد الجهه اليسريه كنت حتى هي بغيت ندير فيها المزير ولكن ما تيسرش، يعني ما لقيتوش بحكم ان هاد السنه كلشي تقريبا تعاطى المزير ديال البهيم، حيت الاسمده الكيميائيه اللي الناس مولفه كديرها غلات. انا الحمد لله من الاول يعني ما عنديش فكره ديال الاسمده الكيميائيه، يعني كلشي بغيت نديرو غير طبيعي واللي جابو الله مرحبا به. فبالتالي هنا درت كيسميتو كما قلت لكم هاد الجهه التحتانيه فيها المزير، والجهه اللي فيها غير الشعير ما فيها والو. وهنايا في هاد الصورة كيما كتشاهدوا من بعد مرور ديال واحد 20 يوم كنت رجعت هنايا في 20 شهر جوج. فيعني هذا هو الشكل ديال هذه الجهة ديال الشعير. تبارك الله راه ناض، واخا كانت الشتا قليلة ديك المدة، يعني ما بين فاش زرعتو وهذيك 20 شهر فاش جيت مكانش الشتا صبات بزاف، كانت غير نقطات شي شوية شي يامات. وهنايا كما كتشاهدوا الصورة كانت الشتا بدات كتصب الحمد لله في هذوك اليامات اللي كانت تمايا، يعني حتى قوس قزح حتى هو راه خرج. هنا كما كتشوفوا السما راه كانت مغيمة. هنايا من بعد مرور يعني يومين بحال هكاك ولا 3 أيام ديال الشتا كما كتشاهدوا، يعني الدنيا بدات تخضر، يعني حتى داك القمح وكذا اللي كان شوية ضعيف حتى هو بدا كيشد راسو. والشعير سبحان الله هو فيه واحد كيبان بحال هو كيقاوم كتر العطش من القمح والفرينة. يعني هو واخا كانت شتا قليلة في ديك المدة ما بين باش زرعتو والوقت اللي جيت فيه، فيعني هو كان كيبان شاد راسو. صافي هنايا طلعت غير فوق واحد الدويرة صغيرة تنبنيها تما، ان شاء الله ملي نكملها راه غادي نبارطاجي معاكم يعني المراحل ديالها والتكلفة الى اخره من المعلومات اللي تبغي الناس تستافد منها، باش نعطيكم غير واحد النظرة يعني شمولية بالمقارنة مع النهار الأول فاش جيت الدنيا كيفاش ولات من بعد الشتا. يعني هنا واخا متتبانش مزيان راه الشتا كتصب، والأرض ديالنا راه هي هادي يعني كيفاش ولات من بعد ما تنقات وكذا. وهذا النهار الأخير يعني راه تيبان الفرق. الشعير هنا تبارك الله راه طلع أكتر، والقمح والفرينة راه كان سخفان شوية، راه فيقاتو هاد الشتا هادي الحمد لله. وهنا في الصورة كتشاهدوا ديك التويرة الصغيرة كيما قلت لكم، ان شاء الله دابا ندير لكم عليها فيديوهات خاصة بها. كنت زرعت شي حاجات اخرين هنايا في الارض، غادي ندير لكم فيديو اخر عليها باش ما يجيش هذا طويل. دونك انا بغيت نشارك معكم هذه التجربة ديال الحرث المتأخر. شكرا على المتابعة، ونتمنى والله ان شاء الله يكون خير، والى اللقاء في الحلقة القادمة.